من كل شارع ومن كل زقاق ومن بين السوالف اللي ما يصدقها العقل نجيب لكم اليوم سالفة ما هي سالفة عادية ولا حتى فيلم هوليودي يقدر ينافسها. هذه سالفة سرقة، بس مو أي سرقة، سرقة انحكت بكل العالم وبطلتها شلة ناس قلبهم قوي وعقلهم يشتغل مثل الساعة. من أصوات من العراق، خليكم ويانا حتى نغوص وياكم بأحداث سرقة بنك ما صارت لا قبلها ولا بعدها. تخيل وياي سنة 1976، الدنيا صيف حار، مدينة نيس الفرنسية، ساحل، بحر وسياح بكل مكان. هناك كان أكو واحد اسمه ألبرت سباجياري، رجال حركاته غريبة، يشتغل مصور بس عقله مو بس للتصوير، عقله دائما يدور على مغامرات وشغلات ما تدخل العقل. ألبرت يوم من الأيام قاعد يشرب قهوته بالكافيه ويلتفت على بنك كبير بنص المدينة. هو يضحك بينه وبين نفسه ويقول: أني إذا أريد أقدر أخذ فلوس هذول كلهم وبس أبتسم. بس الفكرة ما جاته فجأة. هو كان دايما يحب أفلام السرقات، ويعرف إذا دخل من الباب أو السقف راح يطبون بيك الشرطة قبل لا تقول ها. ففكر بشي ثاني، ليش ما أطب من تحت الأرض؟ ألبرت راح للربع مالته، كم نفر على قلب واحد، حرامية، مهندسين، وواحد منهم عنده خبرة بالحفر. قعدوا يسوون خطة. واحد يقول: ألبرت هاي الشغلة لجانين، تخبل، شلون تريد نحفر تحت البنك؟ مو صعبة، نأجر قبو قريب من البنك ونبدأ الحفر بالليل. بالفعل راحوا واستأجروا قبو قديم، طابوقة صفرة ريحته مثل ريحة الرطوبة، قريب من البنك. جابوا عدة الحفر، جابوا أكل، وجابوا وياهم نبيذ حتى يقضون الليل. الليل ينزل، الشوارع فاضية، وهذول يبدون يشتغلون. الحفر ما كان سهل، التراب رطب والأنفاق ضيقة، بس هم متعودين على الكد. واحد من الحرامية كان دائما يتذمر: يا ألبرت بعد كم متر نوصل؟ أصبر، بعدنا بنص الطريق. إحنا صار لنا أسبوعين، هذا إذا نوصل نطلع عجايز. الغريب إنهم كل ليلة يجلبون وياهم سندويشات وجبن، وأحيانا يبقون يضحكون ويحجون سوالف وهم بالحفرة كأنهم طالعين نزهة مو جريمة. بعد أسابيع من التعب وصلوا بالضبط تحت قبو البنك. كانوا سامعين أصوات من فوق مثل أصوات خطوات وحراس، لكن ما حد شاك بيهم. فتحوا فتحة صغيرة وشافوا الخزائن قدامهم. اللحظة هاي كانت مثل حلم يتحقق. كلهم ينظرون للفلوس والذهب وكأنهم أطفال شافوا لعبة جديدة. فتحوا الخزائن وحدة وحدة، الفلوس متكومة، سبائك ذهب، مجوهرات، كل شيء موجود. جمعوا ما يعادل 60 مليون دولار بالقيمة الحالية. الأغرب، قبل ما يطلعون ألبرت طلع ورقة وكتب عليها بخط مرتب: لا أسلحة، لا عنف، ولا كراهية، ولصقها على الجدار مثل يريد يقول: احنا ناس مؤدبين بس نحب الفلوس. عملوا الفلوس ورجعوا للنفق، وما أحد حس بيهم. طلعوا للقبو اللي مأجرينه، ومناك كل واحد اختفى بطريقته. البنك ثاني يوم كارثة. الشرطة دخلت القبو وشافت الورقة اللي تركها ألبرت. كلهم واقفون يطالعون بيها مصدومين، كأنهم يشوفون مشهد من فيلم. بعد فترة الشرطة قدرت تمسك ألبرت، بس المفاجأة أنه ما ظل وياهم طويل. وهو بالمحكمة طلب يشوف القاضي وحجته أنه يريد يحكي كم كلمة. فجأة قام من الكرسي، مشى للنافذة وقفز منهم، ارتفع طابقين، ركض، وقام واحد ينتظره على دراجة نارية، ركب وطار، والشرطة واقفة تصفق له من بعيد، مو إعجاب، قهر. ومن يومها ألبرت اختفى من الدنيا، لا حد شافه ولا حد عرف وين راح. صار أسطورة بين الحرامية، وحتى اليوم يسمونه اللص النبيل. وبهيج ألبرت سباجياري صار أسطورة،
مو لأنه أغنى واحد ولا لأنه أذكى واحد، لكن لأنه سوى المستحيل بلا طلقة واحدة ولا دمعة سكبت. ما نعرف وين راح ولا شنو صار بيه، بس يبقى اسمه محفور بتاريخ أغرب السرقات بالعالم. يمكن هالسالفة تعلمنا أنه الذكاء إذا انحط بالطريق الغلط يصنع قصص، بس يخلي نهايتها يا مفتوحة يا مظلمة. كانت وياكم أصوات من العراق، نلتقيكم بقصة جديدة وحكي من قلب الواقع.